ومعنا على الهاتف نوارة نجم. نوارة، ما تعليقك؟ تعليقي على ايه؟ على الاستدعاء ولا على ايه؟ نعم، بخصوص الاستدعاء. والله هو انا شخصيا ما جانيش بشكل رسمي استدعاء. حضرتك بتكلميني وانا دلوقتي في القطر متوجهه الى الاسكندريه عشان عندي ندوه في ميدان سعد الساعه 7، وانا في القطر وما جانيش استدعاء على البيت. بس انا عرفت من تويتر وعرفت من الصحفي وليد اسماعيل انه قاضي التحقيقات هيستدعيني انا والشيخ مظهر شاهين بتهمة مش عارفه باين تحريض المتظاهرين على مواجهه الجيش حاجه كده. وقبليها بيوم امبارح كان في استدعاء للدكتور ايمن نور وللمهندس ممدوح حمزه برضه بتهمه التحريض على مواجهه الجيش او حرق المجمع العلمي على ما اظن. تعليقي يعني ده امر متوقع عادي، يعني انا شخصيا مش شايفه فيها مفاجاه، يعني حاجه متوقعاها متوقعه زمان انه المجلس العسكري بيعمل عمليه واضراب للثوره، ومن ثم هو بيلم كل الناس اللي يعني بتسعى ورا تحقيق اهداف الثوره وهتعمل يعني قبل يوم 25 هو عايز يحدث عايز يفشل اليوم، وهو متخيل برضه لانه زي ما علي عبد الفتاح قال في خياله عقيم وضخم. هو متخيل انه الاسماء اللي هو بيستدعيها دي هي اللي بتنزل الشارع، وهو متخيل ان الثوره دي ليها قياده وهي مالهاش قياده. اليوم 25 هينجح، واللي هو بيعمله ده يعني بيزود من حده الخلاف بينه وبين الشارع. انا شايفه انه اللي حصل النهارده، انا بشكر جدا قضاء مصر المستقل النزيه اللي بيسمع كلام المجلس العسكري في اجهاد الثوره وحرق، يعني محاوله حرق بعض الوجوه اللي برزت شويه في الثوره. انا يعني بشكرهم على ده، لانه دي رساله واضحه وبينه لكل الناس اللي لسه مدلدله لسانها وعماله تقول ما يمكن المجلس العسكري ما يقصدش، ما يمكن المجلس العسكري هيمشي، ما يمكن عندهم يعني نحاول ان نتحفظ على الالفاظ اخت نوارة اذا سمحتي. براحتك، تحفظي على الالفاظ، انا مش ما بتحفظش على حاجه، انا مسؤوله عن كل كلمه بقولها. شكرا جزيلا لك نوارة نجم.